السلام عليكم الغزالات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتكونوا بصحه جيده يا رب، ودخل علينا هذا الشهر ديال رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبالخير والبركه للجميع يا سيدي ربي. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هنايا المقادير ديال السفوف او السلو او زميته، كل واحد شنو كيقول ليها، كميه كثيره، وبغيت نشارك معكم طريقه، يعني لكل واحد والطريقه ديالو، غير كل طريقته. بالنسبه لي انايا الطريقه ديالي هنايا، يعني باش ما يجيكمش لا فيديو طويل اختصرت وغادي نقول لكم شنو درت. بالنسبه غادي نبداو هنايا على بركه الله، بسم الله. عندي هنا كميه كثيره، بالنسبه اللي باغي يدير كميه كثيره، اللي باغي يدير كميه قليله راه عندي لا فيديو ديال العام اللي فات. عندي هنايا الزنجلان اللي غسلته ونقيته من طبيعه الحال وشمشته وقليته هكايا. كاين اللي كيديروا في الفران، بالنسبه لي انا كنديرو غير في البوطه، كنحمروش بزاف باش ما يتحرقش، غير بحال كيسخن كيف ما كتشوفوا. صافي خليته كيبرد وطحنته، ما كنطحنوش بزاف، غير بحال نهرمشوه. ما كيعجبنيش داك السلو، يعني داك السفوف اللي كيجي هكايا رطب بزاف، يعني كتاكلي القوام وكتاكلي شويه كيكون مقرمش. هذا بالنسبه للزنجلان. عندي هنايا راه كنعطيكم الطريقه وكلشي في دقه واحده. عندي هنايا بالنسبه للزنجلان، عندي هنايا 4 كيلو ديال الزنجلان. ندوزو هنايا للكاوكاو حتى هو كذلك، خديت هذاك اللي بالقشور ديالو، حمرته فوق البوطه، من بعد حيت ليه داك القشره ديالو. كاين اللي كيسلقو بحال اللوز وكيحيد ليه القشره ديالو. انا درت الطريقه العاديه التقليديه، كل الطريقه ديالو. حمرته فوق البوطه وحيت ليه داك القشره ديالو صافي. من بعد حتى هو قليته في الزيت، انا كنقليه في الزيت، قليته في الزيت. من بعد ما قليته في الزيت طحنته هكايا مهرمش، كيجي خطير هكا في السبوف مقلي، حسن ما طحنوه غير هكاك. ندوزو وعندي هنايا 4 كيلو ديال الكاوكاو. ندوزو هنايا اللوز كذلك اللي سلقته، مسحته اول شيء، مسحته ومن بعد سلقته، حيت ليه داك القشره ديالو، كلشي كيعرف الطريقه هذه. من بعد حتى هو قليته هو الاول، قليته في الزيت يكون بارد باش يعطينا التقرمشه هذه. حتى هو كذلك ما طحنتوش كامل، غير هرمشته كيف ما كتشوفوا. عندي هاد الطيفات هادو باقيين كبارين شويه. كيف ما قلت لكم كنقليوه في الزيت يكون بارد باش يبقى لينا اللوز مقرمش. وكذلك عندي هنايا حبه حلاوه حتى هي اللي كنقيوها وتنحمروها كذلك وكنطحنوها. عندي هنايا 4 ديال حبه حلاوه، عفوا هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز. فهاد المقادير هادو 2 كيلو ديال اللوز، وعندي 4 ديال حبه حلاوه. وعندي كذلك هنايا السكر كلاصي اللي غربلته، سكر كلاصي سبيسيال اللي غربلته ديجا. بالنسبه للسكر كلاصي كله على حسب الحلاوه ديالو، كاين اللي كيضيف العسل، مي انا كندير السكر كلاصي. السكر كلاصي هنا عندي كيلو ونص، الا مازال دقته وجاني داكشي ماشي اللي بغيت انايا ولا مسوس، غادي نزيد شويه نزيد شي نص كيلو كاضافه. هذا كيبقى اختياري، كيلو ونص او 2 كيلو على حسب نتوما شنو الحلاوه اللي كتبغيو، واش تزيدوا واش تنقصوا. وكذلك هنايا عندي حبه حلاوه النافع، وهذه حبه حلاوه حتى هي رابعه، اللي حتى هي كتنقى وكتحمر وكتطحن مزيان وكتغربل هي
والنافع، هو النافع. وعندي كذلك هنايا الكوزه، عندي هنا 5 ديال الكوزات. اللي بغى ينقص ملي كتجي زوينه هنايا في هاد الكوزه هذه غير نحكها غير بالحكاكه، طريقه سهله. وعندي هنايا المسكه الحره، مسكيته الحره، كل واحد شنو كيقول ليها. هاد المسكه الحره درت هنايا هادي كامله، هاد القرعه هادي كامله ديال المسكه الحره، وطحنتها مع شي شويه ديال السكر كلاصي باش كتطحن لينا. وعندي كذلك القرفه اللي غربلتها حتى هي، عندي هنايا رابعه ديال القرفه، يعني هي 10 دراهم ديال القرفه. القرفه حتى هي كتجي زوينه في السلو ديالنا او السفوف ديالنا. وانتم لكم الاختيار، كاين اللي كيزيد الإلان، كاين اللي كيزيد هادوك كيبقاو غير تقاوت. المهم هذا هو الاصل ديال السفوف ديالنا. كاين اللي يزيد ريحه الكتان، كاين اللي الشوفان، كل واحد شنو كيبغي يزيد. مي انا كنكتفي بهاد المقادير هادو وكيجي سلو يا سلام. كيف ما قلت لكم هادو هما المقادير. 4 كيلو زنجلان، 4 كيلو كاوكاو، 2 كيلو ديال اللوز، و4 ديال النافع، و4 ديال حبه حلاوه، وكيلو ونص ديال السكر كلاصي، والقرفه. واحد القبيصه ديال الملح، ضروري قبيصه ديال الملح. صافي دابا انا غادي ندوب هاد الزبده هادي اللي عندي هنا، كيلو ديال الزبده ديال السونطرال، الزبده اللي زوينه وكتجي بنينه في السفوف ديالنا. نتوما لكم الاختيار، واش كاين اللي كيدي هادشي هذا كيطحنوا عند العطار، يعني هادشي كيطلق السيس ديالو، ما كيحتاج لا زيت لا زبده، كل واحد بالطريقه ديالو. بالنسبه لي انا يعني الطريقه ديال الوالده ديالي الله يرحمها، هذه هي الطريقه المعتمده عندنا. الزبده غادي ندوب الزبده حتى تولي نوازيط، كطلع فيها داك الكشكوشه، وكنحيدو داك الكشكوشه ديالها، ديك الرغوه كنحيدوها. كيف فيما كطلع داك الرغوه كنحيدو داك الرغوه باش كيبقى عندنا السفوف مده طويله. صافي وغادي نسخنوا الزيت حتى هو مزيان. عندي هنا 2 لتر ديال الزيت. بالنسبه للزيت اللي قليت فيه الكاوكاو واللوز هو النيت اللي غنخلطو به. كنت قليت بيترو وبقى ليا منه، وغادي نسخن اللتر الاخر، يعني هي 2 لتر خصهم يسخنوا مزيان حتى كيغلاو. صافي وهاد الزبده هادي ندير لها الطريقه اللي قلت لكم، ونرجع معكم باش نخلطوا هاد المقادير كلها. بعد ما ذوبنا الزبده ولات نوازيط، غادي نوريكم كيفاش ولات الزبده والزيت حتى هو سخن مزيان. هنايا ما وريتكمش كبيره في المقادير، هنايا عندي الدقيق ديال الزرع اللي كيجي صحي وكيجي زوين بزاف. كنصحكم ديروا الزرع بعد ما كتغربلو، كتحيدوا ليه النخاله ديالو وكتحمروه، اما كديوه الفران اما كتحمروه بحال هكا في الطنجره ديالكم. ديال الزرع عندي هنايا 7 كيلو. بالنسبه لهاد المقادير هادو 7 كيلو ديال الزرع اللي كيف ما قلت لكم حيده ليه النخاله وحمرته وعاوتاني وغربلته، كيجي زوين بهذا الزرع هذا. دابا غادي نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين وانتم معايا. الزجلان نضيفو كذلك كاوكاو، تبارك الله ما شاء الله، واللوز كذلك ما شاء الله، حبة حلاوة والقرفة وداك القبيصة ديال الملح والمسكه الحرة مع شويه ديال السكر كلاصي وحبه حلاوه.
يا بسم الله. و السكر بلاصي خلاص كما قلت لكم. الا جاكم حلو يعني ما حلوش غتزيدو. وغادي نضيفو كذلك هاد الكاوكاو هذا كنبقى وغادي نزيدو هاد كما قلت لكم هاد 5 ديال الكوزات غادي نحكوهم غير الحكاكه بحال هكذايا صافي. بعد ما خلطناه مزيان دابا غادي نضيفو داك الزيت نضيفو الزبده حتى هي كما كتشوفوا صافي. دابا غادي نبداو نخلطو ان شاء الله. بسم الله. كنخلطو من التحت للفوق باش كلشي كيتخلط من التحت للفوق بحال هكذايا. الطريقه هذه باش كلشي يتخلط بديك الزبده والزيت اللي عندنا بحال هكا من التحت للفوق. كيف ما كتشوفوا خصنا نمعكوه مزيان بحال هاد الطريقه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. شوفوا نتوما كيف كتبغيو السلو ديالكم، يعني واش كتبغيو هكا يبقى هكذا ولا كتبغيوه يعني يكون فازك. هو راه مازال كيطلق كيف ما كتشوفوا كتمعكو مزيان. هاد القوام هذا بحال هكذا بحال كتعجنوه بحال هكا كيتطلق ما بين بعضياتو كيجي سلو زوين صافي. انا غادي نبقى غادا بحال هكذايا حتى غادي نسالي وندوق السلو ديالي واش هو هذاك واش كيفاش جا، ونتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال السلو ديالنا او السفوف او زميطه، كل واحد شنو كيقول لي على حسب المنطقه ديالو. كيجي على هذا الشكل هذا كيجي جد رائع، والقوام ديالو اللي عاطينا الريحه منين ومنين. كنتمنى منكم تجربوه وتكتبوا لي من اللايك والكومونتير الزوين فضلا وليس امرا، وتشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كيف ما كتشوفوا هنا نتوما على حسب داكشي اللي كتبغيو نتوما، سواء كتبغيوه يكون معلق بحال هكايا او كتبغيوه يكون شويه ناشف. انا كيعجبني بحال هكايا كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو اللي كيجي معلق بزاف. كنتمنى منكم تجربوه. وهنايا زينته باللوز كيف ما كتشوفوا. اللوز دائما في الزيت يكون بارد. غادي نقسم لكم باش تشوفوا ان شاء الله. غادي نقسم لكم باش تشوفوا القوام ديالو ما شاء الله كيجي جد رائع وبكميه اللي كثيره بزاف. كنتمنى منكم تجربوه، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير كيفاش كيجي القوام ديالو. كيجي جد رائع. وهنا كيسالي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى لكم الصحه والعافيه ودخل عليكم سيدنا رمضان بطولة العمر ولا فاقدين ولا مفقودين. السلام عليكم، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.